يا مساء الفل على كل عشاق الكورة. النهارده احنا مش هنشتم بعض في التعليقات، ولا هنقول ميسي مخلص الكورة ولا رونالدو عمهم. النهارده هنلبس نضارة المحلل ونمسك الورقة والقلم ونشوف ازاي اتنين قعدوا 15 سنة على القمة باسلوبين لعب مفيش بينهم اي عامل مشترك غير الاهداف. ميسي الفضائي ورونالدو الماشين. يلا بينا نفهم اللعبة. نبدأ بالسي ار 7. كريستيانو هو اعظم مثال في التاريخ لتطوير الذات. رونالدو بدأ جناح مهاري بيحب يرقص ويرفع عرضيات في مانشستر، لكنه تحول في مدريد لأشرس فينيشر عرفته الكورة. تمركزاته وتحركاته بدون كورة تتدرس. رونالدو بيعرف يسرق المدافع في جزء من الثانية. أما بالنسبة للارتقاء فاحنا مش بنتكلم عن بني آدم طبيعي، احنا بنتكلم عن طيارة نفاثة. قوة القفز عنده بتخليه يلغي وجود المدافعين. أما لو اتكلمنا عن القدرة البدنية فرونالدو صمم جسمه إنه يكون مكنة أهداف بتشتغل بالكهرباء. الخلاصة رونالدو هو اللاعب اللي لو السيستم عندك بايظ هو هيخلق لنفسه فرصة ويسجل. رونالدو هو الحل الفردي الأكمل في التاريخ. نروح بقى لليو. ميسي تحليل أداؤه أصعب بكتير، لأن ميسي مش بس هداف، ميسي هو السيستم نفسه. لو رونالدو هو اللي بيخلص الهجمة فميسي هو اللي بيطبخها ويغرفها ويأكلها للمهاجم، وممكن يخلصها بنفسه كمان. لو اتكلمنا عن الرؤية فميسي بيشوف زوايا تمرير الكمبيوتر نفسه مستحيل يشوفها. أما بالنسبة للمراوغات فميسي مش محتاج يجري 40 متر، هو محتاج نص متر بس عشان يرقص 3 مدافعين. أما من حيث صناعة اللعب فميسي تاريخيا هو أكتر لاعب بيعمل كي باس وتمريرات بتكسر الخطوط. الخلاصة ميسي هو اللاعب اللي بيخلي ال10 لعيبة اللي معاه شكلهم أحسن بكتير من حقيقتهم. في النهاية المقارنة بينهم هي مقارنة ذوقية. لو انت بتحب اللاعب اللي بيتحدى الظروف وبيتحدى جسمه ويصنع المستحيل بمجهوده هتميل لرونالدو. ولو انت بتحب السحر الفطري واللاعب اللي بيحرك الفرقة كأنها عرايس مارينيت هتميل لميسي. الحقيقة اننا محظوظين ان عاصرنا الاتنين دول في وقت واحد، لان اللي بيعملوه ده صعب يتكرر تاني. قولولي في الكومنتات لو انت مدرب وعندك ميزانية تشتري واحد بس في قمة مستواه، هتختار مين فيهم يبني لك مشروعك؟ ولو الفكرة عجبتك ما تنساش متابعة، لايك، شير، عشان يوصل لك كل جديد. سلام.